اللي هو رادوي. طبعا بالنسبه خلينا اخذ لك اياهم اللي عديتهم كلهم عشان تكون الصوره واضحه. احمد علي انا اعتقد انه يعني اخر شيء بالنسبه له في نادي الهلال، انه عقده اصلا ينتهي مع نهايه الموسم. ليونغ عقده مشابه تماما لعقد السنه اللي فاتت اللي هو ايضا نهايه الموسم. الى الان لم تحدد الاداره، لانه احنا كمان خلال اسبوع يمكن يكون تعاقدنا مع مدرب ايضا. وتعرف ليونغ لاعب اسيوي، يعني البديل لابد انه يكون لاعب اسيوي، ولسه الحقيقه لم تحدد الاداره، وايضا ترجع رغبه اللاعب كمان في استمراره او لا، لكن لم تحدد الاداره بقائه من عدمه. رادوي ايضا طبعا اقرب انه يذهب بالتاكيد، لانه في عروض الان جايه له، وسبق انه صرح سمو الامير عبد الرحمن. الى الان لم يشوف، طالما ما وقعنا على عقد انتقال او عقد شراء عقد اللاعب رادوي من نادي الهلال، لا نستطيع ان نقول لك انه راح تماما. متى ما وصلنا الى اتفاق مع النادي او الانديه، احد الانديه اللي مقدمين عروض للرادوي، يعتبر انتقل، لكن لا يزال هو لاعب هلالي الى الان. والهمسن ايضا لا يزال لاعب هلالي الان، لديه سنه كامله مع نادي الهلال. اذا حتى لو وصلت عروض سندرس العروض، سنشوف مدى احتياج المدرب القادم للاعبين الموجودين. لكن لاعب مثل عادل كان ضروري من التعاقد معه من الآن الحقيقة.